أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. لقاؤنا اليوم المشاهدون المشاهدات الكرام حول موضوع يحتاج إلى الاهتمام والتطرق إليه، ذلك أن الإنسان لا يخلو من بعض الأدواء وبعض العلل. الموضوع الإعجاب بالنفس وازدراء الآخرين، هذا الموضوع الذي حقيقة يصيب قلوب البعض، وعند إصابتها به لا شك أنه يفسد علاقة الإنسان بربه وبالناس، ذلك لما يتضمنه أو يؤدي إليه مثل أمراض الكبر وغيرها مما حذرت منه الشريعة، لما له من آثار سالبة وأضرار خطيرة. في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى نقف مع هذه الظاهرة النفسية أو القلبية أو التي تصيب بعض الناس، مما يتطلب أن نتعرف عليها وعلى أسبابها وعلى العلاج النبوي والقرآني الذي تدل إليه قيم هذا الدين وأخلاقه الفاضلة. فضيلة الشيخ، لعل في البداية أن نسمع منكم ماذا يعني الإعجاب وماذا يعني ازدراء الناس للتعريف بهذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما. موضوع أو الابتداء لابد أن نؤكد بأن الدين المنزل من الله سبحانه وتعالى أهم ما يسعى إليه وأهم وظيفة من وظائفه هي إصلاح القلوب. ويكاد القرآن الكريم يعني يهتم بموضوع القلوب بما لا يهتم بغيره، لأن سلامة القلوب وصحة القلوب ونقاء القلوب وصحتها فإنه هو المؤدي ابتداء إلى صلاح الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلوب من حيث أصنافها صحة وسقما هي إما أن يكون القلب قلبا سليما، وإما أن يكون القلب قلبا ميتا، وإما أن يكون القلب قلبا مريضا. وعلى الإنسان أن يخرج من دوائر الموت ودوائر المرض ليسعى يكون هذا القلب قلبا سليما، لأنه لا ينجينا عند الله سبحانه وتعالى إلا أن تأتي هذه القلوب وهي سليمة من كل أسقامها وعللها وفسادها. ولذلك نلاحظ بأن فساد الجوارح وفساد السلوك منبعه فساد التصورات وفساد القلوب. إذا فسدت التصورات وفسدت القلوب بطبيعة الحال فإن ما ينتج عن ذلك هو التأثير على الأفعال وعلى السلوكيات. وغالبا ما نجد لكل سلوك سيء منبع هذا السلوك هو القلب نقاء وغير ذلك. وموضوع العجب والكبر والازدراء متلازمة مع بعضها البعض. نعم. وهنالك تداخل وهنالك أيضا حالات افتراق. فالعجب كما يقول العلماء هو عبارة عن البذرة. يعني لو اعتبرنا أنه والله في يعني ثمرة لموضوع العجب، سنلاحظ بأن ما سميته أنت بقضية ازدراء الإنسان واحتقاره للآخرين، إنه والله بذرة ذلك تجدها في العجب، وكذلك تجدها في الكبر. ولو أردنا أن نفرق بين العجب والكبر فالعجب هو عبارة عن رؤية الإنسان نفسه، أنه معجب بنفسه، بشكله، بلونه، بنسبه، بحسبه، بماله، بجاهه، إلى غير ذلك، فينظر الإنسان إلى ذاته. فباختصار العجب هي رؤية الذات. لكن رؤية الذات إذا تعدت إلى الغير وتجاوزت حدود العجب فإنها تنتقل إلى الكبر. لكن إذا لم تتعدى إلى الآخرين فالعجب في ذاته إثم وجرم، ولكنه دون الكبر.
هذه يمكن. ولذلك يمكن للعجب أن يكون كبرا، ويمكن للعجب أن يكون حالة مرضية لوحدها. فتضخم الذات ورؤية النفس والإعجاب بها من غير أن يتعرض للآخرين، من غير أن يتعرض للآخرين ودون أن يستحضر أفضال الله عليه، هذا هو العجب. فقد يعجب الإنسان بصحته، بماله، بعلمه، بكذا، ويظل منتفخ في هذه الحالة، لكنه لم يتجاوز إلى أن يحتقر الآخر. مجرد ما انتقل هذا العجب إلى العدوان على الآخرين تحول إلى إيه؟ إلى كبر. ومجرد أن يرفض الحق بعجبه تحول إلى الكبر. لماذا؟ لأن الكبر في حقيقته هو عبارة عن بطر الحق وقمط الناس. بطر الحق أي رد الحقائق الواضحة الجلية، أيا كانت حقائق علمية أو حقائق وجودية أو حقائق إيمانية أو حقائق شرعية، مما الذي يستبين له الحق ويرفضه، وهذا دخل في الكبر. والذي يحتقر الآخرين دخل في الكبر. إذن عندنا العجب وعندنا الكبر وعندنا احتقار الآخر. الاحتقار هو المظاهر، الاحتقار والازدراء وعدم رؤية الآخرين والاستخفاف بهم، هذه عموما. فموضوع العجب هو مرض قلبي، وموضوع الكبر هو مرض قلبي، واحتقار الآخرين هو ثمرة عملية من ثمرات هذا العجب أو ثمرات هذا الكبر. سبحان. نعم. ولذلك يعني الموضوع متداخل بهذا الشكل يعني. بارك الله فيكم حقيقة على هذا الإيضاح وهذا التفريق. لعلنا من هذا ننتقل فضيلة الشيخ جزاك الله خير على يعني ما الدواعي الإنسان إذا كان هو كل الناس سواسية وخلقوا من يعني من كما هو معروف من التراب ويخرجون من أمهاتكم لا تعلمون يعني شيئا، ما الذي حقيقة يدفع الإنسان إلى هذه يعني العلل وهذه الأمراض وهذه الأدواء التي تجعلهم ينحون ويعني إلى هذا المناحي يعني السيئة؟ بارك الله فيكم. وموضوع العجب وموضوع الكبر وذهاب الإنسان إلى هذه المساحات من احتقار الناس والتطاول عليهم، نعم، منبعه الأساس هو الجهل. سبحان الله. وإنما نقول الجهل هنا باب واسع. أول أنواع الجهل هو الجهل بالله. نعم. الإنسان الذي يتكبر والإنسان الذي يعجب بنفسه هو في حقيقة الأمر جاهل بربه، وكذلك جاهل بنفسه وجاهل بالآخرين. هو ثلاثة، يعني الجهل هنا يتضمن جهل بالله، لأن الإنسان إذا عرف ربه نعم بالكبرياء والعظمة والعلو والتفرد إلى غير ذلك أدى به ذلك إلى أن يتواضع يا سلام وينزل نفسه منزلتها. وغالب الذين يعجبون للأسف الشديد تغيب عنهم هذه الحقيقة، تغيب عنهم حقيقة أنه أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه خلق بسيط جدا أمام خلق الله عز وجل. فأنت جهلك بنفسك، جهلك بربك يؤدي بك إلى أن تجهل بنفسك وتجهل بالآخرين. سبحان. ومن ضمن الجهل بالآخرين هنا قد يكون جهلا بالكون الطبيعي وجهل أيضا بالحالة الإنسانية. بعض الناس يجهل الكون، هذا الكون الفسيح، لأنه إذا أدرك شيء بس من الكون وتعلم شيء من الكون أدرك أنه لا شيء في هذا الوجود. لا إله. هو لا شيء في هذا الوجود. يعني إذا كان الأرض ومن فيها، عندما تنظر إليها اليوم أنت في الخرائط الكونية تراها نقطة من النقاط، لا تكاد ترى أحيانا إلا حتى أن تكبر الشاشة. سبحان. فعندما ينظر الإنسان إلى هذا الكون الفسيح، الكون الطبيعي، يعلم أنه لا يستحق أن يكون متكبرا. ليس هنالك ما يجعلك أنت متكبر. لماذا؟ لأنك لست بشيء. أيضا عندما تنظر إلى هذا الخلق كله في مقارنة مع الله سبحانه وتعالى لست بشيء. دعك الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالكرسي والعرش، نعم، يقول السماوات والأرض وكذا كل هذه المخلوقات بالنسبة للعرش ما هي إلا حلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش ما هي إلا حلقة في إيه؟ في فلاة. نعم. تصور هذا. فمعرفة الإنسان بهذه الحقائق الوجودية الكبرى تجعله في حالة من التواضع وفي حالة من البحث عن أنه والله كيف يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى مجتنبا للكبرياء والتعالي على الناس.
أيضا الجهل بالنفس، يعني من عرف نفسه بضعفها وهوانها وفقرها وذلها، نعم. وعرف أنه محتاج إلى الله قبل كل شيء، وعرف كذلك أنه محتاج إلى الآخرين، ليس فقط الإنسان لا يستطيع اليوم أن يظل منفردا بعيدا عن الناس، فأنت في حالة من التكامل مع خلق الله سبحانه وتعالى مع الناس. فإذا أدركت أيضا احتياجك لله من جهة واحتياجك للخلق من جهة، أيضا تتواضع. يا أن سلام. الإنسان وهذا جهل، يعني الجهل بالآخرين، الجهل بقدراتهم، الجهل بإمكاناتهم، الجهل بما لديهم، الجهل بأفضليتهم. إذا نعم. هذه واحدة من الأشياء اللي تجعل. فموضوع الجهل عامل أساسي مهم جدا في أنه إذا استطاع الإنسان أن يعلم حقائق الكون وحقائق الوجود الإنساني وعلم شيء عن الله وعرف شيء عن الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يجعله لا يحتقر الخلق أبدا ولا يتكبر عليهم، بل حينها يدرك مخاطر الكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله في الحديث القدسي يقول: الكبرياء والعظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. فأنت أمام هذه العظمة الإلهية، وهي خاصية لا يمكن أن يسمح الله عز وجل بأحد ينازعه فيها، ولذلك يمكن أن يغفر الله لك كثير من الأشياء، ولكن من جاء وهو يحمل في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله النار والعياذ بالله. إذن موضوع العلم هذا المدخل الطبيعي لأن يكون الإنسان متواضعا، أن يكون الإنسان خلوقا، أن يكون الإنسان متعاملا مع الآخرين بعيدا عن الاستعلاء والسخرية وغير ذلك. أيضا من الأسباب التي ربما تجعل الناس يذهبون إلى احتقار الآخرين غياب المعايير الشرعية عندهم. نعم. وإعمال المعايير الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى مثلا يجعل المعيار في قضية المفاضلة هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما يغيب هذا المعيار وتحل محله معايير وضعية، نعم. كأن يكون المعيار عندك هو المال، أو يكون المعيار عندك هو النسب، أو المعيار عندك هو الجاه، نعم. أو المعيار عندك هو يعني وسطك الاجتماعي العام، أو أيا كانت هذه المعايير الجاهلية جاها وقوة ومالا ونسبا، نزلت من المستوى الشرعي للمستويات الوضعية، فإن ذلك أيضا يؤدي أن تزدري الآخرين، لأن غابت عندك الصورة. وهذه إشكالية كبيرة جدا لما يغيب. وللأسف الشديد كثير من الناس الآن عندما يتطاول الفرد على الفرد، أو تتطاول القبيلة على القبيلة، أو الشعب على شعب، أو قومية على قومية، يتأكد بأن ذلك هو انحدارهم في المنظور المعايير والقيمية التي يمكن أن نحاكم إليها المفاضلة. فكثير من الناس، ولذلك الله عز وجل يذكر بأنه أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني مسألة الرفعة والعلو والتطاول سببه إن والله غياب المعيار الحقيقي. لماذا تتطاول أمة على أخرى؟ لماذا يتطاول شعب على آخر؟ لماذا تتطاول قبيلة على قبيلة؟ لأن تحل المعايير الجاهلية مقام المعايير الإسلامية. أيضا من الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو موضوع الحسد. يعني كثير من الناس يقع في الحسد والعياذ بالله، ويتمنى زوال نعمة الآخرين، فيتطاول ويزدري ويحتقر، ليس لأن الآخر محتقر، ولكن لأن هذا الشخص يحسد الآخرين، فقد يكون الآخر في أفضل أحواله عند الله عز وجل، وهكذا. فموضوع الأسباب حقيقة كثيرة جدا، يمكن إن شاء الله أن التوسع فيها من خلال هذه الأمثلة التي تكلمنا فيها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على يعني هذا الإيضاح الطيب المبارك. ولعلنا يعني الكتاب والسنة يعني ذاخران فضيلة الشيخ بما يجعل الإنسان حقيقة يعني يقف وقفة، يعني وقفة تربوية، وقفة إيمانية يعني حول يعني ما يتعلق بعلاج هذا الأمر، يعني سواء تحذيرا أو سواء أيضا انتباها للنفس وما هي عليه. وربنا عز وجل يقول: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والأحاديث كذلك في هذا السياق يعني في خطورة الكبر وغيره تدعونا إلى أن نتأمل فيها، لعل تفيدون وتتحفون المشاهدين الكرام بهذه الجوانب. جزاكم الله خيرا. هو طبعا قبل أن نتكلم في موضوع العلاج وكيف يمكن للإنسان أن يخرج من هذه الدوائر، لا بد أن نعطي بعض الأمثلة في
مظاهر هذا الأمر، يعني مسألة الكبر، مسألة العجب، مسألة الاحتقار، نعم. لها مظاهرها، وكما تفضلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعضها وأشار إلى خطورتها عندما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء شرا، يعني معنى الحديث أن يحتقر الآخرين أو يزدريهم. نعم. فهذه طبعا من الأشياء التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خلينا نقول من مظاهر هذه الحالات الاحتقار، الازدراء، هو السخرية. والله عز وجل نهى عن ذلك في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نعم، جميل. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا كله شكل من أشكال الاحتقار. نعم. ستلاحظ السخرية وتلاحظ التنابز بالألقاب، كلها من الأشياء التي تؤدي بنا إلى أو مظهر من مظاهر الاحتقار. نعم. ولا تنابزوا بالألقاب. أيضا من مظاهر الاحتقار والازدراء النظر إلى الفقراء، والنظر كذلك إلى المساكين، والنظر إلى الضعفاء بنفس المنظور، منظور الاحتقار والازدراء، وكأن هؤلاء الناس فقدوا إنسانيتهم بمجرد أنهم صاروا فقراء، ومجرد أنهم صاروا لا يملكون ما تملك، فتحولت الإنسانية عند البعض بأن والله ماذا لديه من قدرات، ماذا لديه من إمكانات مالية. وهنا نعود إلى نفس الفقرة السابقة، وهي قضية المعيار. ربما يكون الإنسان فقيرا ولكنه قريب من الله، وربما كان غنيا ولكنه بعيد من الله. فالغنى والفقر ليس هو المعيار، ولذلك القرآن الكريم عالج هذه المسألة كما في قوله تبارك وتعالى: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فهذه من المظاهر على كل المتعلقة أو بصور الاحتقار. أيضا التعالي على الخلق بعدة أسباب، كالتعالي المالي والتعالي النسبي والتعالي العلمي إلى غير ذلك من أنواع التعالي. أيضا من الأسباب أو من المظاهر الذي يبتلى بالعجب والكبر ويصل إلى مرحلة احتقار الآخرين، تجده رافض للاعتراف بأفضال الآخرين، لن يعترف بأفضالهم ولن يعترف بما لديهم، لكن الذي يتواضع يعترف بكل فضل عند الآخر وبكل خير عند الآخر. أيضا من خطورة الازدراء الذي يزدري الآخرين، سيصل إلى لحظة من اللحظات يستحل فيها دماءهم ويستحل فيها أموالهم ويستحل فيها أعراضهم، أنه هو محتقر عنه. ومعظم الشعوب التي الآن تكثر فيها هذه المشكلة، مشكلة الاحتقار للآخر، ستلاحظ بأنها تكثر فيها الحروب، وخاصة الحروب القبلية والحروب أيضا القومية. الدافع الأساسي فيها هي مسألة العلو على الآخر وازدرائه والتطاول عليه. كذلك من الأسباب أو من المظاهر عموما اللي يمكن الإشارة إليها أن الشخص ستجد صاحب الاحتقار أو الذي يحاول يحتقر الآخرين غالبا ما يكون تدينه سطحيا. إذا تعمق في الإنسان التدين الحقيقي لا يمكن أن يكون هو في هذه المنزلة. إذا كانت هذه بعض المظاهر وبعض الأسباب التي تجعل الناس مثلا يقعون في موضوع الكبر وموضوع العجب ويحتقر الناس، فإن المدخل الطبيعي والمدخل الأساس للخروج من حالة هذا المرض اللي هو مرض التطاول على الناس واحتقارهم هو أول شيء أن يدرك الإنسان استحضار أن الفضل من الله وحده. يعني أنت إذا أي شكل من أشكال الأسباب التي أدت إلى أن تعجب بنفسك وتحتقر الآخر، لابد أن تدرك بأن موضوع الفضل وموضوع النعم ليس منك، ويعني لم يكن كسبا منك. الكسب الحقيقي هو أن تكسب الأعمال الصالحة وتكسب التقوى وتكسب الأخلاق الطيبة وتكسب التواضع وتكسب علاج القلوب وسلامتها، هذا هو الكسب الحقيقي له. أما النعم فهو من الله سبحانه وتعالى، تستوجب الشكر ولا تستوجب الكفر، فإن كفر النعم معروف يعني، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أدرك الإنسان ما لنعم الله عليه فإن ذلك يجعله يتواضع ولا يتطاول على عباد الله سبحانه وتعالى. العامل الثاني أيضا من العوامل
التي يمكن أن تساعد الإنسان أن يقف الإنسان محاسبا لنفسه جميل. وعارفا بنفسه أيضا. يعني قبل أن يحاسبها أولا لا بد أن يعرف حقيقتها. نعم. فالإنسان في القرآن الكريم ستلاحظ الأوصاف البشرية النفسية، الأوصاف معظمها سلبية. الله عز وجل يصفنا بالضعف، ويصفنا بالعجلة، ويصفنا بالجهل، ويصفنا بالنسيان. فأنت أمام معرفة الذات. لو أدركت، ولذلك علماء الأخلاق والسلوك تلاحظ يقول من عرف نفسه عرف ربه. ليش عرف؟ لأنه سيعرف نفسه بالضعف والجهل والمسكنة والفقر والحاجة، ويعرف ربه بنقيض ذلك. وبالتالي هنا معرفة النفس تجعلك دائما في حالة تواضع وحالة يعني عدم احتقار للآخر. ثم بعد معرفة الذات أيضا يجب أن تحاسب النفس في محطاتها المختلفة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقفون كل يوم مع نفسهم. هل تطاولوا على الناس؟ هل اصطدموا بإنسان على وجه الباطل؟ هل أعانوا على باطل؟ هل انحازوا لباطل؟ هل والله من خلال احتقار الآخرين ارتكبوا أشياء عملية يقع فيها الإنسان؟ يعني إلى غير ذلك من الأشياء التي لها صلة عموما بموضوع أيضا لا بد أن يدرك الإنسان بأن العبرة بالخواتيم. يعني أنت كونك الآن في وضعية لا يعني بأن أمورك ستنتهي إلى هذه الوضعية. فقد تكون اليوم غني وغدا فقير، قد تكون اليوم ما شاء الله في صحة وغدا مريض، قد تكون اليوم في حالة حسب ونسب ويتحول الأمر بعد فترة إلى ذل وهوان، كما يقال عزيز قوم ذل إلى غير ذلك. فالأمور لا تشغلنا قضية الظواهر هذه اللي الإنسان أحيانا تكون خادعة للأسف الشديد، وهي عابرة. المال عابر، والجاه عابر، والجمال عابر، والقوة عابرة، كل ذلك. لكن هل والله سينتهي بك الأمر إلى التقوى المنجية عند الله عز وجل، أم ستؤدي بك هذه إلى الكبر المهلك عند الله سبحانه وتعالى؟ فالعبرة بالخواتيم وليس بما نظنه نحن منه. أيضا من الأشياء المهمة جدا في علاج هذا المرض، مرض العجب والكبر المؤدي إلى احتقار الآخرين، أهمية أن تدرك أن هذا الإنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى. فلا تهن من كرمه الله، ولا تحتقر من كرمه الله، ولا تتطاول على خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء خلق الله عز وجل، ليس خلقك ولا عبيدا لك، فهم عباد الله سبحانه وتعالى ويسعون إلى رضائه جل جلاله. فلا بد من احترام الكينون الإنساني. هذا الإنسان ما حتى سبحان الله حتى الكافر ما أباح الله لك أن تذهب في ظلمه والتجاوز عليه. أنت تنقد سلوكه وتنقد كفره وتنقد أخلاقه السيئة، لكنك لا تستطيع أن تنتهك حقه الخاص في الإنسانية. أيضا من المهم جدا أن يتربى الإنسان على التواضع وأن يكسر كبرياءه، وذلك بأن يعود نفسه دائما قبول الحقائق، وأن يعود نفسه أن يتواضع أمام الناس، وأن يعود نفسه أن والله لا يسمح لنفسه لا قولا ولا فعلا بالتطاول على خلق الله سبحانه وتعالى. أخيرا يمكن أن نقول من الأشياء المهمة جدا التي تجعل الإنسان يبتعد عن موضوع الازدراء وكذا، اللي هو الاحتكام إلى الميزان الشرعي في التفاضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه من الأشياء اللي ممكن إن شاء الله تكون مساعدة جدا في موضوع علاج هذه الظاهرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني في هذا السياق، يعني هل يعني الإنسان أن يعني مثلا يرى من نفسه إذا كان ما يميزه أو يميز مثلا من حوله في الجنس أو في مجال، يعني هل هذا أيضا محظور فضيلة الشيخ؟ يعني إذا كان هو مثلا عنده شيء من غير أن يعني يعتدي أو يعني تطلب الأمر، أن بعض الناس يعني قد يختلط عليه الأمر في هذا، يعني أن يتحدث الإنسان باعتزاز أو ببيان شيء علمي أو غيره أو منتج مما خصه الله، هل مثل هذا أيضا محظور؟ هذا يتعلق بنية الإنسان في إظهاره وإعلانه أو الحديث عن نفسه. فربما يكون محمود أن الإنسان يظهر ما لديه من قدرة، من إمكانية، من كفاءة لمن يجهلونه.
فيوسف عليه السلام مثلا في مقام من المقامات أظهر أنه والله يمتلك قدرات كذا وكذا، وسط لا يعرفك ولا يهتم بك ولا يهتم بقدراتك. وقد يكون أيضا من المناسب إذا تقدم شخص إلى عمل من الأعمال أن يعرف بنفسه ويعرف بكفاءته وقدراته، فهذا الشأن. لكن الذي نتكلم عنه هو محاولة العجب بالذات على سبيل أولا الجهل بنعم الله عليه، وعلى سبيل كذلك إذا تجاوز العجب إلى الكبر إلى أن الإنسان يحتقر ما عند الآخرين ولا يعترف لهم بحقه على طريقة الشيطان والعياذ بالله، أنا خير منه. فالقرآن يعلمنا متى يمكن أن يكون الإنسان في حالة عرض حقيقي لإمكاناته وقدراته، ومتى أيضا يتحول هذا الأمر إلى عجب وإلى كبر. فالأمرين مختلفين تقريبا من حيث القصد ومن حيث أيضا المنتهى الذي ينبغي أن تنتهي إليه. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، مع واقعنا المعاصر اليوم وتوفر هذه الوسائل التي حقيقة تشيع المقالة وتشيع فيما بين الناس من الإحن والعداوات، كيف الإنسان حقيقة يعني هو مسؤول لضبط وتيرة يعني مثل هذه الأدواء والشرور التي البعض لا ينتبه، بينما في المجالس في السابق ربما تكون مسألة محصورة وشرها يعني محدود، لكن الآن يعني الإنسان كيف يتخيل أنه بانتشار هذا الأمر قد تنتشر أو مقابلها إثمه يعظم أيضا بقدر ما ينشر من هذه الأمراض. لعل من كلمة لهؤلاء الشيخ بارك الله فيكم. ونحن للأسف الشديد الآن في واقع يعني للأسف يكثر فيه حب الظهور ويكثر فيه الغرور ويكثر فيه كذلك الحصول على اللايكات والحصول على المشاهدات. يعني بعض الناس للأسف صارت هذه بلواهم الآن، خصوصا من دخل في هذا البرنامج الخاص بقضية الصفحات النشطة ومسألة المشاهدات العالية وأن تصل إلى الترند إلى غير ذلك. هذه طبعا صارت نفسها واحدة من الإشكالات الكبيرة، وأتاحت لنا طبعا هذه الوسائط اليوم، أتاحت للناس أنه الكلمة في السابق تقال في مجلس ولا تتجاوزه، ولو تجاوزته أيضا لن تتجاوز ربما المدينة التي فيها الإنسان أو المكان الذي فيه. يعني اليوم لا يمكن لشخص يخرج على السوشيال ميديا أو على الوسائط العامة ويقول كلاما ينتقل الناس بكلامه، وفيها طبعا للأسف الشديد فيها التطاول، فيها الاحتقار، فيها الازدراء، فيها الشتم، فيها السب، فيها أشياء كثيرة جدا. وكما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب. بعض الناس يتصور بأنه هو في مأمن وأنه لا يلاحق وأنه لا يتابع، وكثير من الناس أيضا متسامحين فيما يحصل في الوسائط العامة، مع أنه اليوم هنالك تطور أيضا قانوني وتشريعي فيما يتعلق بما يعرف بالجرائم الإلكترونية، فيمكن للإنسان أن يحصل متابعة له إذا تطاول على الناس أفرادا أو قبائل أو مجتمعات. ولكن كثير من الناس أيضا يجد نفسه أنه والله لا هو في مأمن، لا تطاله يد العدالة إلى غير ذلك. فعموما إذا لم يكن الإنسان في وضعية أنه يراقب نفسه ويخاف الله سبحانه وتعالى من أقواله، ويدرك أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن الإنسان يمكن أن يصل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. ورب كلمة أدت إلى حرب، ورب كلمة أدت إلى قتل إنسان، ورب كلمة أدت إلى جريمة من الجرائم. فإذا لم يعني الإنسان يحرص على هذا ثم أيضا اليوم موضوع الازدراء والاحتقار لم يعد حالة فردية فقط. أحيانا تجد في بعض الصفحات هنالك مجموعات تحتشد ضد مجموعات، مثلا أبناء قبيلة يحتشد ضد قبيلة أخرى، أبناء إقليم يحتشد ضد إقليم آخر. وللأسف الشديد هذه نراها في بلداننا ونراها في جوارنا، والسبب في كل ذلك هو كما ذكرت عدم معرفة طبيعة هذه الحياة التي نحن فيها، أنها محطة قصيرة جدا لما يراد لنا من حياة أخروية، وأنها محطة في مسيرة كاملة وطويلة جدا. الإنسان ربما فيها حلقة بسيطة في هذه الحلقة الإنسانية، وبالتالي لو نظر كل واحد إلى أنه والله هو يقف على محطة من محطات الاختبار ومحطة من محطات الابتلاء، وأن نجاحه الحقيقي هو أيكم أحسن عملا. من الاختبار الحقيقي أنك والله هل أنت أحسن عمل أم غيرك أحسن عمل.
فكل ذلك فعلا وسائل التواصل وحضورها السلبي يلعب دورا كبيرا للأسف الشديد في الظواهر السلبية، ومنها ظواهر التعالي على الخلق والتطاول عليهم والاستهتار بهم والسخرية منهم وما شابه ذلك من الأخلاق السيئة. وبحكم ما توصلت البشرية من تكنولوجيا تقريبا تتسع مساحات الشرور، على عكس أيضا يمكن لبعض الصفحات أن تتحول إلى صفحات خادمة للدين، خادمة للأخلاق الحميدة، وهكذا. فهي وسائط وهي وسائل، كل إنسان يمكن أن يستخدمها بحسب ما لديه من خير أو شر. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. لعل يعني في معرض ختامنا لهذا الحديث الطيب المبارك، يعني كما جاء في الحديث الأعمال بالخواتيم. والحقيقة فضيلة الشيخ كما أشرتم، الإنسان الذي يعني يطيب ذكره ويطيب حقيقة ملفظه وكلامه، يعني يبقى له يعني الأثر الجميل. فكثير ممن ينقل وورثناه وأيضا نقل إلينا، يعني الذين حقيقة أصحاب العبارات والتركات السيئة نسيا منسيا، لعلنا نذكر بحقيقة بأن حقيقة الإنسان يزرع ما يبقى. ماذا نقول حقيقة لهؤلاء الذين يعني ممكن أن ينتبهوا أنهم راحلون، وأن الإنسان تركته يعني بما خلف؟ فممكن في هذا إن شاء الله تشيرون أن نختم به. جزاكم الله خيرا. طبعا موضوع الأثر هو فرع عن موضوع التصور الإنساني للآخرة. يعني كثير من الناس للأسف الشديد يغيب عنه هذا المعنى، معنى أنك ذاهب إلى الله، معنى أنك ستنتقل إلى دار أخرى، هذه الدار دار فيها الخلود الأبدي، فيها الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر، كما فيها أيضا الوجه الآخر، فيها النار التي قال الله عنها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيها الملائكة الشداد، فيها رب الأرباب جل جلاله. يعني كل هذه إذا استحضرها الإنسان فإنه ينظر إلى معنى الأثر الذي تحدثت عنه. والله عز وجل يقول إنا نكتب ما قدموا وآثارهم، فكل ما قدمناه وآثار ما قدمنا هذا سيكون مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان أين يضع نفسه. طبعا إذا كان هو فعلا يوقن بلقاء الله ويوقن بموعود الله ويوقن بأن هنالك جنة ونار وأن هنالك حساب، وفي هذا الحساب إما أنه شقاء أبدي وإما أنها يعني سعادة أبدية، حينها فإن الإنسان العاقل يختار الأنسب والأفضل له، والأفضل بطبيعة الحال لن يكون في التطاول على الخلق ولا التطاول على الحق، إنما يكون بالتواضع للخلق والعبودية للحق جل جلاله. هذه هي الصورة التي ينبغي أن ينتهي إليها الإنسان. ولكن الجاهل عدو نفسه. بعض الناس يعني يلتفت ربما إلى قضية حب الظهور ويلتفت إلى ما يقوله الناس عنه، وبعض الناس يفتن للأسف الشديد. يعني بعض الناس قد يكون حتى الشر عنده ما دام يظهره فهو مبسوط، يعني لا ينظر إلى أنه والله هذا الشر ربما ظهورك فيه هو أسوأ ما يكون، كما قال بعض العقلاء لأن أكون ذيلا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فأن تكون ذيلا وأن تكون تابعا، أن تكون حتى غير مذكور، غير مشار إليك، غير مشار إليك في ضمن مسيرة الصالحين ومسيرة الأخيار، هذا أفضل من أن يقال بأنه والله هذا يمثل رأسا في الكفر أو رأسا في الفسوق أو رأسا في العصيان. فنحن لا بد أن نعزز من معرفة الله عز وجل ابتداء، ومعرفة أحكامه، ومعرفة كذلك ما هو مطلوب من هذا الإنسان في الدنيا، في أن يحسن علاقته بالله ويحسن علاقته بنفسه ويحسن علاقته بإخوانه وزملائه أو نظرائه في هذه الأرض وفي هذه البسيطة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ بهذا الحديث الطيب الشيق. حقيقة نختم هذه الحلقة وننبه على أن الإنسان حقيقة يحشر مع من أحب. فكن أيها المستمعية والمستمعة نكون جميعا في مسيرة الصالحين، ولنكن هدينا في هذا من تواضع لله رفعه، لنرتفع بأخلاقنا بكلامنا حتى بإذن الله نورث الكلام الطيب ويبقى لنا في سيرتنا وبعد رحيلنا
من الحسنات التي بإذن الله تنفعنا في عند الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم في لقاء متجدد. استودعكم الله ونشكر لكم طيب يعني استماعكم وحضوركم، ونشكر فضيلة الشيخ ما قدم لنا، جزاكم الله خير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.